دي يعني في أسئلة كتير جدا مطروحة. فين هيبة الدولة؟ فين دولة المؤسسات والقانون؟ فين احترام أحكام القضاء؟ إلى متى تتم الأوضاع على هذا الشكل؟ متى يستقر الشارع المصري؟ متى يستقر المجتمع المصري؟ متى ايه؟ انا كاتب لنفسي حاجات كتير قوي. ايه وضع الشرطة اخبارها ايه؟ إقالة وزير الداخلية مطلب عند ضباط الشرطة. على كل حال هنتكلم في كل الموضوع ده. من مدبر مذبحة بورسعيد؟ هل الحكم ده عرفنا كمجتمع مين العقل المدبر وراء مقتل 72 من جماهير الالتراس الاهلاوي؟ معرفش لغايه دلوقتي الحيثيات ما طلعتش. طيب برحب بضيوفي مره ثانيه في مصر الجديده، المخرج والفنان الاستاذ خالد يوسف، اهلا وسهلا. والصحفي ورئيس تحرير جريده الوطن الاستاذ مجدي الجلاد، اهلا وسهلا. وايه رايكم لو قبل الفاصل اتكلمنا على فيديو يعني قدرنا ان احنا نحصل عليه في برنامج مصر الجديده. الحقيقه هو من موقع مصراوي لمساله محاوله الهروب من حريق نادي ضباط الشرطه بالجبليه النهارده 9 مارس 2013. يا ترى الناس دي بتهرب من ايه؟ ومين الناس دي؟ واضح انها بتهرب، بتنفد بجلدها من حفله موت، ولا ايه يا استاذ خالد؟ اكيد بتهرب اهي. دول الناس بتنط بره المبنى. ما هو هينط يصاب احسن ما يموت في الحريق. والله اعلم مصيرهم ايه يعني. هو شوف بينط ازاي. دول هل هم بس ما حدش مات؟ ما حدش مات. لا هم ناس بتنط بعد ما الحريق وصل لمستوى معين. خلاص بقى النقطه اللي بعديها هو انك تختنق وتموت جوه المبنى. وعلى فكره مش واحد ولا اتنين، لو خدتوا بالكم الاعداد. ده نط بقى 3 ادوار. ده نط 3 ادوار مره واحده، الثاني نزل. ده بينزل بينط من ارتفاع قد ايه وبينزل على ايه تحت؟ ده 3 ادوار. 3 ادوار. ده ارض. على ايه؟ على ارض، على بلاط؟ ده البلاط. على ده بلاط. اللي موجود في المدخل بتاع النادي رخام او بلاط او حاجه مش كده برضو؟ مشهد غريب جدا جدا الحقيقه. والمساله المشاهد المزعجه دي حد يجاوبنا على كل التساؤلات اللي احنا قلناها. يعني الله، يعني ايه اللي بيحصل؟ طيب وفين يعني ليه ما طلعش بيان رسمي بهذا الحدث؟ يا بيه هو في اكتر من موت الناس. يعني الناس كانت بتموت في بورسعيد وهنا في احداث 26 يناير، وما طلعش مصدر مسؤول اتكلم عنه ولا اتكلم عن مين اللي قتل ولا ليه ولا عشان ايه. يعني ده يعني حياة الانسان اللي هي اقدس الاقداس بقى، اقدس من فكرة حرق مكان، النظام لا يتحدث عنها. في اكتر من 100 واحد، اكتر من 110 واحد ماتوا من 26 يناير لغايه بالظبط. لا يتحدث عنهم، وبيصفهم بالبلطجيه رئيس الجمهوريه في خطابه، وبيحيي الشرطه على تصديها لامور البلطجه. المعادله الجديده يا معتز اللي داخله في الحكايه ان فعلا بقى هتبدا بلطجيه، وهتبدا ناس تخش على الخط. مش هيبقوا ثوار بس، تبدا ناس مش لاقيه تاكل هتخش على الخط. وده احنا كنا بنحذر منه من زمان. انا رايي بدا النهارده في شارع البستان حصل وانا عايز احكي لك على مشهد انا عشته يوم 28 يناير 2011. هذا المشهد دال جدا. انا راجع من حكايه المتحف وراجع مشي للمكتب بتاعي، ولقيت اعمال النهب بدات في جامعه الدول العربيه. فانا تصورت ان انا يمكن اعرف انقذ حاجه يعني. فرحت بقول له بتعمل ايه يا ولد؟ كان في شباب صغير كده لا يزيدوا عن 15 16 سنه بيكسروا واجهه محل بازاز. فانا فاكر ان انا هقدر اعمل حاجه يعني او انقذ حاجه. فلف لي ولد صغير كده عنده 15 سنه في ايده سنجه قد كده، هو اللي كان بيكسر بيها. اتلفت لي كده ورفع السنجه عليا وقال لي، وبرشم لانه اللغه بتاعته تدل انه مبرشم، وقال لي عايز ايه يا بيه؟ بننهبها زي ما نهبوها الكبار، عندك مانع؟ باللغه دي بالظبط. بننهبها زي ما نهبوها الكبار. خدوا من ال 30 سنه بتاع مبارك انه مبارك ونظامه نهبوا البلد، فادونا بقى فرصه ان احنا الصغيرين بقى نقتات من اي حاجه. المشكله ان انا لما روحت قعدت الجمله دي قعدت ترن في دماغي، لقيت عنده منطق. هو شاف ان الكبار نهبوا البلد واحنا مش لاقيين ناكل، طب ما ننهب حاجه. لسان حال المواطن قال هينهب ويولع ويحرق ويقول بننهبها طالما الكبار ما ادوناش حقنا، بنولعها طالما احنا مش واخدين حقنا. فاحنا داخلين على سايكل
العصيان المدني اللي موجود ده اللي عمال يتزايد، وخاصة في عدم وجود الشرطة، والشرطة شايلة ايديها ومصممة على موقفها من إقالة وزير الداخلية وعدم أخوانة الوزارة، انت داخل على أخطر مرحلة تقريبا من 25 يناير حتى هذه اللحظة.